كما علمتنا يا شيخ. بالبداية في رؤية بس فيه، أنت قلت سورة البقرة وسورة الصافات، هذه لإيش الرقية؟ طيب شوف، كان علق. طيب أنا رأيت فيها العجب العجاب. طريقة البقرة دائما تسألوني عن طريقة البقرة والصافات. تقرأ سورة البقرة مرتين، تقرأ سورة البقرة للعين، للحسد، لأي مرض. ومعنا في أخوات هنا يمكن يتكلمون رأوا فيها العجب العجاب. متتالية يا شيخ؟ طيب كيف الطريقة؟ يكون عندك موية بس أبو ريالين، هذا أبو نص ريال، خلاص يكون أبو ريالين، اللترين. نعم. توضع الأقدام في، الله يكرمنا وإياك، في طشت. نعم. لابد أن الماء يكون أعلى من الكعب. نعم. عرفت من أخوك؟ نعم. الملح خشن، تضع كوبين ملح خشن، ثم تقرأ أقدامك تكون في الطشت، ما تخرجها حتى لو تحس ما تحس. واحدة من الأخوات تقول أجد يعني شيء يأكل رجلي، أقول لها اصبري. ثم تقرأ سورة البقرة كل 50 آية، كل 50 آية تنفث وتنفث على جسدك حتى تنتهي من قراءة سورة البقرة. ثم طبعا عندك ماء الآن، تنفث على جسمك وعلى الماء وعلى مكان قدامك. ثم تقرأ سورة الصافات، خلاص؟ نعم. إيش تسوي بهذا الماء؟ ماء تشربه قبل أن تغتسل من الماء اللي في أقدامك. الماء اللي في أقدامك تغتسل منه فقط. وهذا الماء أغتسل كيف يا شيخ؟ يعني وضوء؟ تغتسل. شفت الطشت؟ ما عندك طشت حطيت أقدامك فيه؟ أي نعم. تغتسل منه. تروش. نعم تتروش، يعني تتروش. عرفت؟ نعم. 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 الأمر اللي بعده أن هذا الماء تشرب منه، خلاص، وتتوضأ قبل النوم من هذا الماء. سورة الصافات تستمر، سورة الصافات تستمر، يعني أن تقرأ البقرة مرتين في الأسبوع، لكن اليوم الثاني تقرأ سورة الصافات فقط. على نفس الطريقة وعلى نفس الطشت؟ نفس الطريقة. لا 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 لا، ما هو شرط الطشت، خلاص الطشت بس مرتين في الأسبوع، طريقة الطشت مرتين. لكن الصافات إيش طريقة الصافات؟ اليوم الثاني نفس الكمية الماء. نعم. تقرأ سورة الصافات وتنفث وتشرب منه وتتوضأ. نعم. ثم إذا جاءت يوم البقرة نفس الطريقة الأولى، يعني 7 أيام تقرأ فيها مرتين وتغتسل مرتين. أما الصافات فتقرأ 21 يوم يوميا سورة الصافات وتشرب وتتوضأ. طبعا يوميا ب2 لتر يا شيخ، صحيح؟ نعم. وتشرب تتضلع. طيب اليوم السابع في سورة البقرة هل أقرأ معه سورة الصافات أو لا؟ اي نعم، يعني خلاص الصافات يوميا مدة 21 يوم. بعض الأخوات يتكلمون في العذر الشرعي. يجوز لك يا أختي تقرأين من جوال. نعم. يجوز لك أن تقرأين، لا تقرأين القرآن من مصحف، يجوز لك أنك تقرأين من الجوال. نعم. طيب يا شيخ هل أقرأ المعوذات معها أو فقط بس هذول؟ اللي تريد ماشي، بس أنا أفضل إيه نعم تدعي. إذا جتك آيات دعاء ادعو الله عز وجل. نعم. نعم. الأمر اللي أنا أفضل دائما قراءة المعوذات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أنك تقرأها حتى لو كان معك ماء أبو نصف ريال، تقرأها قبل تنام بهذه الطريقة. كان تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين كفيه وينفث ثم تمسح. وعادة خذوها قاعدة، عادة العقد تكون في الأكتاف، عادة العقد تكون في الأكتاف، فتبدأ تمسح رأسك وأكتافك وتشرب من هذا الماء. نعم. الله يحفظك، الله يحفظك، بسم الله. وأسأل الله رب العرش الكريم أن يلبسك لباس الصحة والعافية. اللهم آمين. شوف أنا أقول لك اسمعوني، وأتمنى يسجلون هذا المقطع. أنا والله أسجل الشاشة يا شيخ. دقيقة. سوف تمشي بحول الله وقوته. تذكر الله يبشرك. شوف تذكر أنا عند ظن عبدي بي. سجلوا هذا بحول الله وقوته. سوف تمشي
بحول الله وقوته. أنا والأمر ثقتي الآخر إن شاء الله. نعم. والأمر الآخر إن شاء الله أن الله يتمم بخير. آمين. أسأل الله أن يتمم لكم. ما أبشر نعم أبشر. نعم يا شيخ. أقصد كذلك في أمر المشي والآخر أيضا إن شاء الله كلها ستعود بحول الله إن شاء الله. وقوة. ستعود الله كما يسمع منك يا شيخ. الله يجزاك الجنة. الله وستأتينا يوم من الأيام تقول تذكر يا فارس التفسير بحول الله. أنا ثقتي بالله جل في علاه أنه ما بيخيبني بحول الله. الله يجزاك الجنة. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك.